بصوا يا جماعة كده الفيديو ده. ليه ما ينفعش تتجوزي فلاح؟ كلامي ده للبنات اللي زيي اللي ما بتحبش الشقة وعايزة تتجوز جوازة صح، مش للبنات الفلاحات اللي بتحب الفلاحين اللي زيهم. يعني لو انتي فلاح اتجوزي فلاح عادي جدا. حتى الفلاح المتمدين اللي هو اهله فلاحين بس هو عايش في المدينة اوعي تتجوزيه. هقولك ليه بكل بساطة. الإنسان ده كبر وفي دمه وعرقه وجيناته الوراثية واللي اتربى عليه ومعتقداته الشخصية إن الست بتساعد الراجل، وبالعكس وتكد كمان أكتر من الراجل. السيناريو اللي هو كبر عليه بالظبط، هو كبر طول حياته وامه بتصحى من 5 الصبح تنزل تحلب الجاموسة، تأكل الجاموسة، تشرب الجاموسة، تقص الخس، تأكل البهايم كده بقى. فاهمين؟ كد وكدح من بدري. جوزها بيصحى الفجر يصلي الفجر يروح الشغل، يرجع بقى على الساعة 2. هي كل ده قاعدة بتعمل حاجات في الأرض، وكمان بتقوم تعمل فطار لعيالها ولجوزها، تحضر لجوزها، تحضر فطار لعيالها، تحضرهم للمدارس والتعليم وكده. بعد ما هما يخلصوا هي تنزل تكمل كدح في الأرض. جوزها رجع بقى الساعة 3 أو الساعة 4 whatever يعني. والعيال كمان رجعوا. هي بقى ترجع تطلع تجري. تكون طبعا لازم تكون مروقة الشقة وعاملة الغدا اوريدي لجوزها وعيالها. وغاسلة الهدوم وعاملة بقى ايه كل الهاوس شورز. فاهمين؟ يعني هي عاملة كل حاجة. جوزها ياكل ينام ساعة، يصحى بقى يقوم يصلي العصر، ينزل بقى يبدأ بقى ايه يشتغل على رواق كده في الارض اللي هي اصلا اوريدي الحيوانات كلت اوريدي. كل حاجة اتزرعت، كل حاجة اتخلصت، هو نازل بقى على رواق يعمل بس ايه الحاجات التقيلة قوي بقى اللي هي تنفع للرجالة بس. يخلص 4 ساعات ساعتين في الارض وهي لسه شغاله معاه. يعني هو بيرجع بعد ما بيصحى من القيلوله، هي بتنزل تشتغل معاه برضه، هي مش قاعده مستريحه كده. تعمل العشاء بقى، هو يوم ما يخلصوا هي تطلع تعمل العشاء، هو بيطلع يريح يستحمى ويريح، لا هي بتطلع تعمل العشاء. وبعد ما بتعمل العشاء وعيالها رجعوا تغسل لهم هدومهم تاني وتاكلهم تاني وتربيهم بقى، حليت الواجب، عملت ايه، وهكذا. هو بقى قاعد مريح دماغه، الراجل تعبان. وهكذا بقى طول حياتها، طول سنين حياتها. وكمان هي بقى في مجتمع، فاهمين ازاي؟ فهي اساسا عايشة في البيت وفي حياتها الواقعية مش لابسة غير عباية البيت دي اللي هي الشموا دي وبتبقى ريحتها جبنة طول الوقت، جبنة وعرق. هي مش مذكر وهي مش مؤنث، هي مش أنثى. وجوزها بيعملها في البيت كأنها أخته. هو حتى مثلا ممكن يقولها مثلا يا ام حسين مثلا، ما بيقولهاش باسمها، حتى ما بيقولهاش يا حبيبتي ويا روحي. يعني ما فيش رومانسية اطلاقا بينهم ولا حتى مودة. يعني حتى المودة ما فيش. فهو بيكبر هي دي صورته حرفيا عن الست. هو اصلا مش فاهم يعني ايه ست. هو بالنسبة له هي دي الست الصح، الست الصالحة، ان هي تفضل طول الوقت مش باين اي علامة فيها انها انثى، ريحتها مش كويسة، شكلها مش نظيف، وتكد وتدح لاكل هذا المنزل فقط. فهو عشان كده غالبية الرجالة دول هو فعلا بيدوروا على الصورة النمطية للست دي، للستات المحجبة. فعشان كده للأسف دي حقيقة منتشرة، غالبية البنات المحجبة هي البنات اللي بتقع في راجل مش كويس. فانتي لو وقعتي في راجل زي ده واتجوزتيه وحصل، هقولك بقى السيناريو اللي انتي هتعيشيه ازاي. انتي هتعيشي زي مامته بالظبط. حتى لو انتي مش هتنزلي تفلحي في الارض وكده مثلا، هو هيبقى شايف ان انتي حياتك متدلعة قوي، لان انتي مش بتكدي وتكدحي زي ما مامته كدت وكدحت. يعني انتي متدلعه قوي الصراحه. يعني انتي قاعده طول النهار ما بتعمليش حاجه بس بتطبخي وتغسلي وتهتمي بالعيال بس. ايه ده نومي كانت بتطبخ وتغسل وتهتم بالعيال وتهتم بالارض وتخبز وتعجن وتجبن، تعمل جبن وتنزل تبيعي كمان في السوق الخضار. هو شايف ان انتي حياتك سهله جدا. فهو مش هيقدر اي مجهود انتي بتعمليه. حتى تسلم ايدك يا حبيبتي مش هيقولك. بالعكس هو يقول ايه الاكل معفن اللي انت عملتيه، ازاي حرقت الاكل، انت على فكره المفروض تروحي تخدمي امي. هو هتلاقيه بيحط لك تاسك اصلا مش موجوده عليكي، هتلاقيه بيحطها لك عشان بس هو دي نظرته للست. هو ده اللي كبر عليه، هو ده المخروس في عقيدته وفي الدي ان ايه بتاعه. وكمان ايه، هو مش هيبقى رومانسي معاكي. الرومانسيه دي ماتت اول 3 شهور وخلاص اختفت. هو بيقولك يا ام محمود بقى، ابنكوا سميتيه محمود مثلا، هو هيقولك من هنا ورايح يا ام محمود حبيبتي وقلبي وروحي ورومانسيه وكده. مفيش. هو ما ترباش على كده ومش فاهم يعني ايه. بس عارفه بقى بيعمل ايه؟
بيخونك مع الست اللي شكلها انثى. هو بيفهمك انت لا، انت ازاي عامله كده، انت لازم تكوني كده، بس هو بيخونك مع اول واحده شكلها انثى قدامه، حتى بتاعت الفول والطعميه اللي في الشارع اللي لابسه عبايه محزقه ومقرفصه، هو بيخونك معاها. يعني شوفي بقى الغرابه بقى، هو بيعتبرها شين، هو مش بيعتبرها ست كويسه. يعني رغم ان هي عاجباه وهو اللي بيعمل كده معاها، الا انه هو بيعتبرها هي اللي شين. شوفي بقى الدبل ستاندرز عنده، ودي للاسف غالبيه الذكور. فعشان كده انت لو لقيتي اي واحده عاديه خالص، عاديه جدا، بس ظاهره على السوشيال ميديا، هتلاقي الذكور دايما بيكتبوا لها في الكومنتات يا شين يا كاف او يا قاف على حسب لهجتك. عارفه ليه؟ لان هو بالنسبه له الست مش كده، الست لازم تكون مش ست، هي مش باين ان هي ست، هي مش باين اصلا ان هي انثى، هي فاهمه وبتكد وتدح، ما ينفعش ان هي تكون عندها حياتها بتنزل صور عادي زي الراجل عادي. هو بالنسبه له مش كده، لان اي واحده كده هي تبقى شين وكاف. فالراجل ده هو اساسا عنده عقده، هو مش فاهم يعني ايه ست. هو بالنسبه له الست حاجتين: الام الطاهره المقدسه اللي مش بيبان منها اي علامه انوثه، اللي شبه مامته يعني اللي كبر عليها، او المراه التانية اللي هي شين وقاف، اللي هي بقى ايه، اللي هي باين انثى عاديه، حتى لو الست دي ما عملتش اي حاجه، هي مش باين اي مفاتنها، هي بس مجرد حتى لو هي محجبه، هو بالنسبه له برضو كده. فلو انت مش عايزه حياه زي دي، ما تتجوزيش راجل فلاح، لان قليل قوي، قليل جدا الراجل اللي بيبقى واعي. ايه ده، انا مامتي على فكرة كبرت في بيئة غلط، الست مش كده، لا على فكرة ده هي اتظلمت. قليل جدا. عيني يا حرام يا بنتي، هو بيبقى وهمك وكل الناس اللي حواليك وهمينك ان الكلام اللي انا قلته ده دلوقتي ده كلام غرب، وده كلام حرام، وده كلام غلط، وان الست فعلا لو مفروض تسجد لحد بعد ربنا فالمفروض تسجد لجوزها. هو بيفضلوا مفهمينك كل الوهم ده عشان تقعي في الفخ ده، فخ العبودية اللامتناهية. وفي الآخر بتتخاني، في الآخر بتتخاني، المجد كله بيتقال باسم الراجل مش باسمك. لو ابنك طلع دكتور، لو بنتك طلعت بقت وزيرة العدل في الصين، هما بيقولوا أبوها، شوفوا أبوها، مش بيقولوا عليك انت. المجد كله بيكون لجوزك، والذل كله والإهانة كلها وتضييع العمر وتضييع حياتك بيكون عليك انت. فهرجع واعيد واقول تاني، فبتكبري يا حرام، بتبقى حياتك عبارة عن عيالك بس كده، وجوزك عنده المجتمع بتاعه ودنيته مفتوحة قدامه، هو مترقى في شغله وعنده الارض اللي بكام مليون، وبيروح يحج ويرجع، وانت يا قلبي شبه العبد الصغير كده اللي مش متاح في الصورة، انت مش موجودة في الصورة بأي شكل من الاشكال. هو شاف الدنيا وراح ورجع وبيخونك مع 3 غيرك، وانت يا حرام ما عندكيش اي حياة، وقاعدة كده بائسة حزينة مستنية الكلمة الحلوة منه، تبوسي رجله وتبوسي الارض اللي بيمشي عليها، ومش هيقولك برضو كلمة حلوة. فبتكبري بتبقي ولية قرشانة. ايه رأيكم في الكلام اللي هي بتقوله ده؟ صح ولا غلط؟